أولي وخبشينا كله خن أرخن ميقري جوهانا زوياخا تبشلي موريزا مجيب قنطرون مردو تنايا أطورايا برسا اتخارت أمو شوي تريشني اليوم تقليانوثا أطوريتا وبرستا تمنيانا قمايا من قليون زهريرة بهرة بمديثة أرمي بشيتت ألبو تمنياما وأربي وإشا بهن بورسا اتلنقوبل طيبوثة قورتا لهدرتا تميقرا وزيرة أقليمة الصبواثة أمواثة زعورة ميقرا أيدن معروف وخلبه بركة نهضرة ميقرا شمعون شليمون ميقرا خايورة وقيومة برلمان كهنة مقلسة دبرانة مدرشياثة سورياية وملبانة ويالوبة كثاوة وباصوية كنشن خبيوة بشين بيوخن كلوخن مهفان باريس بخير هاتنا هوا هميان تكين تاهنجا سلفاكرا صدو حفتي ودو صالة رجنا ماكريا آشوري وفي هالكفتنة سوباسيا آمادابونا باريس وزير هريمة بو كاروباري بكاتكان باريس ايدن معروف وباريس جيجري بارزجري دهوكي شمعون شليمون نوفيسر وفاكولر وريفابرن وماموستا قطاب خانن سرياني آمادابونن قدرگران خير هاتنكا گرم آراستين هوين بريس اتكين جلك بخير هاتن نوكا كرمكن خولك يلسر جياني شهيدان راوستن هدي بكالخ دقيقة شتقة على رخوات سهدة ممنون بالسيمرة مشوريلة زوياخن ببثقلاخت خوش لبولخانة إيذا ورشمة أمناية خكمة مدرشياثة هوبركية نهضرة ومدرشياثة شو تبه أكيتو أكد بهرة نصيبين بس ما قانو خن دس خوشيت كان القطابين باريس بوكاري دستي ينجوان أم بشان قهاية قطاب خانن سرياني أكيتو أكت بهرة نصيبين زور سباس دس خوش هدية بتهاوخ عم مملة قنطرن مردوتنايا أطورايا بتمقرولة ميقرا سنور دانيال نكا القلبيفا نافندار وشنبيري آشوري باريس سنور دانيال رمشاخن قدمتكم طاوة أرخن مخبة يقرأ وزير تقليم لشؤون المكونات يقرأ نائب محافظ دهوغن شمعون شليمون كورا بسقوبة بيلي بس داود رابي فريد هدام البرلمان أرخن مخبة كل قيومة شتاسن وقبن أمتناية كل قارة قبل خلقهم شينة يوم قداها يوما بريخة العيدة يوم قلنوثا عثريثا تخارت أمو شوي وتريشن الشت السادية آيت مشوري لقم شتت ألبا وثمانية أربي وطة خب خدس سرقو ماثت أرمي هلبت أسبر زونا زهريرة بهرة بشلا بلطة بلاوغو رابا مذيناثت أرمي قامت خا رابا ياريخا يو خسبر زونا قمايات بشلا طبعتها على الوراقة هلبت جوجا ليلة خاجوجا قماين أخ أمتن إثوالا وتشعيثة ديان رابا من دخمت لوخة إلى مغزوق أخ شكل إعلام وصحافة خباطة أمتة ديان وملكا وتشعيثة هلبت أخنا كل قارة مقروبة اختهنياثا مبارخياثا قا كل قليون دومتن وعمن بريش كشوبة إلى صورة قد هاوه من تيثو شو شاطق كل خباطة ديان هرهادخ قبل طيبوثة من ميقرا وزير قد اديوم او حضر عمن قداها خوباطة قد مخشخلة قد ياول خكمة دشنت إيقارة درع التكريم قا خامنيانا من كاثاو باصويدين تيخ مخشخلة إلى هر إلي من بنين تركمان وثقاوي أخوانواثن يزيدية هماني
هذا خمنيانا من اليون أمتديا تيخ مخشخ اللي قد شغلي خا رزقرتين خشكور تقدير من يقرأ وزير كل أخو مشانتون اثنين حقي خيتا واتون بسي مرابا لا ضرت ديوخون هلبت أخو بطاقة ما يلا قام بار أحوال كورونا تويلي قاثرة كل يخوينا بخيلت مريا لها قش يرخت لي بثاين أهوال جوج سباي قد هاوين خوباط خينة وإقارة كل جور القارن قد كله مشو تبيت وقاوي ومتلو خلاطي النتاجات قد أخني ماسخ هوا مخضات قدا خوباطة هاتون بسيم ورابا خقي هذا كله خشينة تونثية بسيم جنابي وزير بنابي سنتري روشنبيري عاشوري بخيراتنا تدكين بوفي أهنج بيروز أبرام ما ساسكر بيروريا صدو حفتة ودو صالة يا رجنا مافانا عاشوري أول أرمي لا إكي ينزدا صالة 1400 دام زراندي وقت روجنامك سر ورقة قال خيراتي سوباس بو أو پشتوانیاتا بو همی کارو چالاکیان پیکاتکان تایبەت ئەڤروکە هەندێک پێشکەش دیاری هەنە پێشکەشکردن بۆ هەندێک ڕۆژنامەوان و هەندێک نویسەرت مە و برایەت تورکمان و برایەت ئێزیدی لەو وڵات بەو مناسبە بەخێر بن سوپاس بۆ هەوامیان. هدية بتهاوخ عن مملة وزيرة أقليم صبواثة أمواثة زعورة ميقرأ أيضا معروف نكالجل بيفا جناب وزير كاربارن بكاتني باريس أيضا معروف كرمك. بهتم باش باريزان آمده بوان بخير بين زۆر سوپاسان دەکەین من ئەوڕۆ پێی خۆشحاڵ بووین کە ئەوڕۆ بەشدار بووین لە مەراسیمی ڕۆژی ڕۆژنامەگەری ئاشووری ئەمە ئەم ڕۆژە زۆر گرینگە هەروە زۆر پێی خۆشحاڵ بووین کە ئەوڕۆ سەردانی پارێزگای وەشاری دۆکمان کردووە پێشوازێکی زۆر جوان و زۆر بە پێشوازێکی گەرم کراین لەلایەن بەرپرسانی لە پارێزگاری دۆهۆک و لەلایەن نوێنەرانی پێکاتەی کلدان و سریان و ئاشووری کە ئەمەش جێگای تەقدیرە هەروە زۆر پێخۆشحاڵ بووین کە ئەمڕۆ لەو سەردانشدا کە سەردانی ناچەی سومێلمان کرد کە سەردانی کەنیسە و سەردانی قوتابخانەی سریانیمان کرد کە ئەمانە خۆی لە خۆیدا گرینگە ئێمە لەم سەردانەدا لەم گفتوگۆیانەدا زۆر پێخۆشحاڵ بووین کە ئەمە ئەم سەردانش زیاتر ئاشنا بوونە کە لە نزیکەوە ئاگادار بوونە لە ڕەوشی پێکاتەیەکی گرنگی ئەم شارە پێکاتەیەکی گرنگی ئەم ناوچەیە بەتایبەتی لە عێراق و بەتایبەتیش لە هەرێمی کوردستان کە نەتەوەی کلدان و سریان و ئاشووری کە نەتەوەیکی گرنگە و کە لە ڕابردوودا پێگەیەکی سیاسی و قورسایی خۆی هەبووە و بەشدار بووە لە پرۆسەی سیاسی لە عێراق و لە هەرێمی کوردستاندا کە ئێمە لە یەکی 11 کە ڕۆژی ڕۆژنامەگەری ئاشووریە ئێمە دوونێ بەشدار بووین لە شاری هەولێر لەگەڵ برادران لە نوێنەرانی برا کریستیانەکانمان لێرەش ئەمڕۆژ کە سەردانی دۆکمان کرد شاری دۆک لێرە دەکە بە مەبەستی بەشداربوون لەو مەراسیمە گرینگە پیرۆزە کە ئەمیش ڕۆژی ڕۆژنامەگەری ئاشووریە کە لەلایەن سەنتەری ڕۆشنبیری ئاشووریدا ئەنجامدرا ئێمە لێرەدا وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکاتەکان دەستخۆشی لەم سەنتەرە و ستافی ئەم سەنتەرە دەکەین بۆ ئەنجامدانی ئەم مەراسیمە بۆ ساڵیادی ئەم ڕۆژەدا کە لێرەدا دیارە لەم مەراسیمەدا کە لە پێکاتەی تری لە شاری دۆک بەشدار بووە بە تایبەتی لە پێکاتەی تورکمان لە پێکاتەی یەزیدی و پێکاتەکانی تریش کە بەشدار بووە خۆی لە خۆیدا ئەمەش واقعێکی ئێمەیە و واقعێکی جوان و پێکەوە ژیانێکی بەهێزە کە دەلالەت لەوە کات کە ئێمە پێکەوە ژیانێکی بەهێزمان هەیە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتیش
لە شاری دهۆک کە شاری دهۆک شارێکی پێکەوە ژیانی بەهێزی هەیە لە نێوان نەتەوەکان و ئەدیانەکان کە ئەم پێکەوە ژیانە لە ناوچەکانی دهۆک و یان بەتایبەتی بڵێن کە لە ناوچەی مەنتقەی بەهادینان کە لە هەموو شار و شارۆچکەکان وجودی پێکەوە ژیانی ئەدیانەکان و ئاینزانەکان و نەتەوەکان هەیە ئەمەش ئەم تەعایوشە کە لە نێوان ئەم هاوڵاتیانە و لە نێوان ئەم ئەدیانانە کە بەهێزبوونی ئەم تەعایوشەش ئەگەڕێتەوە کە یەکەم سەبەبەکە ئەگەڕێتەوە بۆ کولتوری هاوڵاتیانی ئەم ناوچانە کە یەکتری قبوڵەکەن ئەمەش خۆیدا گرنگە دووەمیش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە ئیدارەی محەلی وە ئەو لێپسراوانە کە لەم ناوچانە وجودیان هەیە و لەموو کات زیاتر کاریان کردووە بۆ پشتیوانیکردنی تەعایش و بۆ پشتیوانیکردنی پێکەوە ژیانی نەتەوەکان و ئەدیانەکان ئێمە کە پێشترش ئێمە سەردانی ئەم ناوچانەمان کردبوو سەردانی مەنتقەی بادینان و ئامێدی و ئاکرێ و ناوچەی زاخۆمان کردبوو کە لەم سەردانەدا سەردانی هەموو لایەنەکانی برا کریستیانەکانمان کردو بەبە جیاوازی کە ئێمەوە بینین کە نەتەوەی کلدان و سریانی ئاشور کە نەتەوەیکی گرنگی عێراق و ناوچەکەیە ئێمە پێشترش کە یەک دەمەوێت لێرە شتێک باز بکەم کە ئێمە پێشتریش تاکیدمان لەسەوە کراوە کە گرنگە کە نوێنەرانی ئەم پێکاتانە بە ئیرادەی خۆیان بچنە ناو پەرلەمان بە ئیرادەی خۆیان بچنە ناو پرۆسەی سیاسی بەبێەوە کەس لایەن و دەستێوەردان بکرێتە ناو کاروباری ئەم پێکاتانە چونکە وجودی ئەم پێکاتانە وجودی ئەم نەتەوانە ئەگەر پێکاتەی نەتەوەیی بێ و یا ئەدیان بێ زیاتر دەعمەکە زیاتر پشتوانێکە بۆ پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا زیاتر دەعمەکە زیاتر پشتوانێکە لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا لە ئێستادا کە وجودی بەشداربوونی ئێمە نەتەوەکان و ئەدیانەکان لە پەرلەمانی کوردستان شتێکی زۆر باش و ئیجابیە لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و لە ئەنجومەنی وەزیران و لە ئیدارە مەحەلیەکان ئەمە لە خۆیدا ئەمە گرنگە هیچ کاتێک وجودی ئەمانە مەترسیەک نییە لەسەر کیان و مەترسیەک نییە لەسەر ڕەوشەکە بالعکس تەواوکەرەکە و پشتوانێکە پاڵپشتەکە لە دێمۆکراسی و لە پرینسیپەکانی دێمۆکراسی لە هەرێمە کوردستان ئێوەش ئاگادارن لە دەی هەڵبژاردنەی پەرلەمانی عێراق هەبوو کە ئێمە هەندێک لە پێکاتێک گرنگەکانی ئێمە وەکو کۆتا بەشدار بوون بە تایبەتی برادرانی کریستیانەکان نەتەوەی کلدان و سریان و ئاشووری وەکو بە پێنج کۆتا بەشدار بوون ویستیان نوێنەرایەتی خۆیان بنێرنە ناو پەرلەمانی عێراق بە شێوەیەکی دێمۆکراسی و بە شێوەیەکی کە بتوانن بە ئیرادەی خۆیان بەڵام بەداخەوە کە لە دەرەوەی ئەم ئیرادەیە ئیرادەی تر دەستێوەردانی لە کاروباری ئەم کۆتەیەکرا کە نەتیجەکەشی ئیجابی نەبوو سلبیەتی زۆر هەبوو ئەمە دەستێوەردانەکە لە کاروباری برا لە کۆتا بە تایبەتی کۆتا ئێمە پێشتریش وتومانە لێرەش ئاڵین کە سیستەمی کۆتا بەو شکلەی لە عێراق سەرکەوتو نەبووە دەبێت گۆڕانکاری تێدا بکرێت دەبێت ئەم گرفتانە چارەسەر بکرێت و لە حەقیقەتە کە لە ئێستادا کە نەتەوەیەکی ئەسیل لەم عێراقا کە نەتوانرێت بە ئیرادەی خۆیان بە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی خۆیان بنێنە ناو پەرلەمان ئەمە نەعەدالەتیە بەرامبەر ئەم نەتەوەی ئەکرێت و چکە بە قانون تەنزیم کرایە 5 کۆتا بۆ برا کریستیانەکانە دەبێت بە ئیرادەی خۆیان دەبێت بە نوێنەرایەتی خۆیان هەڵبژاردن بکرێت و بۆ ئەوی بتوانن نوێنەری خۆیان بنێنە ناو پەرلەمانی عێراق نەک لە دەرەوەی ئەم ئیرادەیە هەندێک لایەن بەداخەوە مداخلێ بکەن بۆ دەعمی هەندێک لایەنی بکەن نوێنەری خۆیان بنێرنە ناو پەرلەمان عێراق و چی کە ئەم نوێنەرانە لەوانەیە ئێمە هەموو لایەک ئەزان نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی خەڵکی کریستیانەکان لە عێراقدا ناکەن ئەمانە ئەم بابەتە زۆر گرنگە دەبێت هەموو لایەکمان کاری لەسەر بکەین بۆ ئەوی بتوانن لە داهاتوودا لە داهاتوو لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا چارەسەرێکی گونجاو ببینین بۆ ئەوەی نوێنەرانی ڕاستەقینەی نەتەوەکان و ئەدیانەکان بسن ناو پەرلەمانەکان
ئەمە زۆر گرنگە. ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێم وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکاتەکان لە هەموو کات زیاتریش پشتوانین لە مافەکانی پێکاتەکان، پشتوانین لە داواکاریەکانی پێکاتەکان، بە تایبەت دوو نەتەوەی ئەساسی وەکو نەتەوەی تورکمان و وەکو نەتەوەی کلدان و سریان و ئاشووری کە دوو نەتەوەی ئەساسینە کە ئێستا بەشدارن لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. ئەمەش خۆی لە خۆیدا گرنگە. ئێمە تەمەناکەن هیوادارین ئەو بەشداربوونەی پێکاتەی نەتەوەی و لەگەڵ پێکاتەی ئەدیانەکان کە ئەو بەشداربووی کە لێستادا وجودی هەیە و کە بەشداربووی باشە و ئەکتیفە، هیوادارین کە ئەم هاوشەوەی ئەم بەشدارە لە پەرلەمانی عێراق و لە حکوومەتی عێراقیشدا جێگای هەبێت. چکە ئەمە مافە کە مافی ئەم پێکاتانەیە، مافی ئەم نەتەوانەیە. کەس خێری بە نەتەوەکان و بە ئەدیانەکان ناکە بۆ بەشداری پێکردیان. ئەمانە نەتەوەی ئەسیلن، دەبێت بۆ بەشداربوونیان زیاتر هەبێت و دەبێت ڕێزیان لە مافەکانیان بگرێت و لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان کە زیاتر ئیتیمام پێدرێت و بەوەش کە بەشداربوویەکی چاکەیە و لە ئەنجومەنی وەزیرانان دوو ئەندام لە پێکاتەی نەتەوەی هەیە کە مەلەفەکەیە تایبەتە بە کاروباری پێکاتەکان کە ئیشی کاروباری پێکاتەکان ئەکات و ڕۆژانە. ئەمانە خۆی لە خۆیدا گرنگە و پێویستە هەمومان دامی یەکتری بکەین، بە تایبەتی دامی ئێوە و کە زیاتر ئیتیمامە بدرێت و ئێمە باش ئەزانی کە لە ساڵی 2014 و کات کە داعش هاتە مووسڵ کە بەبێ جیاوازی کە ئەم پێکاتانە بوونە مستهدف بوونە ئیستهدافی داعش کە لە تەهدیدی و مەترسیەکانی داعش کە لەم ناوچایەدا زۆر کەس ئاوارە بوون، بە تایبەتی لە تەلعفەر نەتەوەی تورکمان و لە شەنگا پێکاتەی یێزیدی لە سەهل نینەوەک لە نەتەوەی کلدان و سریان و ئاشووری لە کاکەیەکان و لە فەیلی و شەبەک و ئەمانە عەرەبەکان برا عەرەبەکان ئەمانە هەموو ئاوارەی ئەم ناوچەیە بوون کە ئەم ناوچە بە تایبەتی لە دهۆک لە سومێل و لەو ناوچانە پێشوازێکی زۆر گەرمی لێکرا. ئەمەش کە حقەتەن مبادرێکی زۆر باش بوو. ئێمە لێرەدا دووبارە دەستخۆشی لە پارێزگاری دهۆک و لە ئیدارەی مەحەلی دهۆ دەکەن. من لە کۆتادا دووبارە پیرۆزبایی لە برادرانی کلدان و سریان ئاشووری دەکەین بە بۆنەی ڕۆژی ڕۆژنامەگەری ئاشووری. ئینشاءڵڵا سەرکەوتو دەبن. دەستخۆشیش لە سنتەری ڕۆشنبیری ئاشووری دەکەین بۆ ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە ویا بۆ ئەنجامدانی ئەم ڕێزدێنانە بۆ ئەم مەراسیمە. دووبارە دەستخۆش من سەرکەوتو من. هدية بتهاوخ عم مملة خلبه بركة نهضرام يقرأ شمعون شليمون نوكا القلبي فاجيجري بارزجري بريس شمعون شليمون. قدم تاخن طاوة مدي قمايا بشمي وبشمت أخونا علي تتر خا إقارة وخخبة وبشينا ثيثة قا ميقرة أيضا معروف وزيرة كويانة يعني صبويات كويانة كأقليمة كردستان رابع بشينا ثيث ميقرة وزير أيضا معروف وبشينا الكل خورانة إلى مشاركانة إديو كو تخرنيت أما وشوي وتريشن انبقتت من يانا قمايا من زهريرة بحرة يعني جريدة زهريرة بحرة دوزوث بالكي تخكمة جربن مصوثن خا بلشانة عربايا سبب إتلي خا أجرتا قا حكمة عراق زودت هويا خا أجرتا قبني عمان هما شيء مصوثق بلشانة ديانا إن لشانة ديانا أخشي بايش بيلا لي ماطي أي أجرتا بيخلا قا نخراي يعني قد الناشد بيخ مطيا يبيش أخشي أي أجرتا خا بيل ديانا بتهادخ مبخليتو دي أخ
مصوثن بلشانة عربايا. أهلا وسهلا بمعالي وزير المكونات الأستاذ أيضا معروف. أهلا وسهلا بضيوف الكرام. أهلا وسهلا بكل أعضاء في الهيئة الإدارية وأعضاء في المركز الثقافي الآشوري. بصراحة أنا ارتأيت أن أتحدث بالعربي من أجل أن أوصل رسالة بالتحديد إلى الحكومة العراقية، بعدين إلى حكومة أقليم كردستان. مرور 172 سنة على إصدار أول جريدة أو أول صحيفة في الصحافة السريانية تاريخ طويل، وهي بداية لما يعرف يمكن بداية سقوط الأسطورة. في السابق الأساطير كانت تحكى وتروى وتنتقل روائية من شخص إلى آخر، المعلومات كانت محصورة في فئة معينة، العلم كان محصور في طبقة معينة، لكن مع صدور الجريدة أو صدور الصحيفة هذا يعني هي بداية انطلاقة جديدة لمعرفة شاملة لشعب. الشعب يشارك في بث المعلومة، في نشر المعلومة، في نشر الخبر وفي توثيق الخبر. فهذه كانت بداية بالتأكيد. هناك مقولة معروفة تقول: شيئان صنعا الديمقراطية، الحبر والبارود وكلاهم أسود. وفعلا يعني يجب أن نعرف أن الخطوات بداية لنشر الإعلام أو الإعلام المكتوب هي كانت بداية لنشر المعرفة بين الناس بشكل عام والشعوب بشكل عام، حتى كونت هناك طبقات مثقفة، وهذه الطبقات المثقفة هي التي قادت الشعوب إلى الثورات وإلى التحرر. بالتأكيد في هذه المناسبة أيضا هي رسالة للحكومة العراقية. اليوم نقف في ذكرى مرور 172 سنة على صدور أول جريدة باللغة الآشورية أو السريانية. في نفس الوقت نجد أن هذا الشعب وهذا المكون الأصيل اللي تمتد جذوره إلى عمق التاريخ في العراق هو غائب عن القرار السياسي العراقي في البرلمان، تكوين البرلماني الجديد في العراق، حيث تم مصادرة وسرقة إرادة هذا الشعب بأفانين انتخابية وبقانون جائر، وهذا القانون الذي لم يصن بأي شكل من الإشكال إرادة هذا الشعب في انتخاب ممثليه. بهذه الطريقة بالتأكيد إذا استمرت بمعنى هذا الشعب لن يكون له إرادة بالمطلق، وإنما سيكون هناك أشخاص باسم هذا الشعب وبيعني حقوق هذا الشعب يقوم بالحصول على بعض المكاسب الشخصية لا أكثر ولا أقل. فهذه الرسالة هي موجهة للبرلمان العراقي الجديد، موجهة للحكومة العراقية، موجهة للكتل البرلمانية العراقية في البرلمان الجديد أنه يقومون بصياغة قانون جديد يحصر الانتخاب بين مكونات الشعب، سواء كان المكون سرياني كلداني عاشوري أو المكون التركماني أو المكون اليزيدي أو المكون الشبكي، أن أبناء هذه الشعوب أو هذه المكونات هي تقوم بانتخاب ممثليها لتعبر فعلا عن إرادة حرة لهذه المكونات. وشكرا جزيلا مرة أخرى. وخجا خيتا بريخة إذا ينتخرونيت أم شويتري شنة نفختت سبر زونا قامتا زاريرة بهرة وبسيمة راب. هدية بتهاوخ عم خباطة مدرشتة نهضرة سورييتا نكال قل شالاكيا قطاب خانة نهضرة يا سرياني. مش مبروني متانو ارسم خيوط ابياو النور عتن هديوتي والنور ملك الخيمة لخاص النور مش مبروني متانو مش مبروني متانو أبن بريلو قمار إلى صمود
مش مبروني متانخ مش مبروني متانخ مش مبروني متانخ مش مبروني متانخ. بسمة جانوخون يالوبي شبيري هدية بتاوخ عم آموريات كثاوة وباصويا ميقرا بنيامن حداد تخد شمة تشعيثة وقليانوثة نوكجي الجل سمينارا نفيسر وفالكولر بنيامن حداد بنافو نيشان ميجو رجنا مفاقيري كل شبريخة صبروخ طاوة الحضور الكرام أسعدتم صباحاً. الصحافة والتاريخ. لن أتناول موضوع الصحافة في كلمتي المختصرة هذه بالشكل التقليدي الذي اعتدنا أن نكرره كل عام في مثل هذه المناسبة. نستعرض تاريخ صحافتنا منذ صدور أول صحيفة قبل قرن ونصف أو أكثر، ثم نتدرج في سرد أسماء ما تلاها من الصحف، فنذكر تواريخ صدورها وتوقفها وأسباب ذلك، وذكر أسماء محرريها وعدد صفحاتها واللغات التي استخدمت في تحريرها وطبيعة المواضيع التي تناولتها في تلك الأمور التي وغيرها من تلك الأمور التي مللنا من كثرة تكرارها واشترارها. أنا هنا سأحاول أن نتناول موضوع الصحافة من باب الربط بين الصحافة والتاريخ. قبل هذا نحاول أن نعرف ما معنى الصحافة. لفظة الصحافة لغوياً أي الصحيفة تعني الكتاب، جمعها صحف وصحائف، والمصحف أو الكتاب هو ما جمعت فيه مجموعة من الصحف، والكتاب والمصحف أو الصحيفة هو الإناء الحامل للمعرفة بشتى حقولها ومشاربها. ومن هنا يكون مفهوم الصحيفة أوسع أو يغدو إعلاماً، والإعلام هو الإخبار بالمعلومة أو بث المعلومة. والمعلومة طبعاً لا تقتصر على صنف واحد من المعرفة، بل تشمل كل مقاصدها وأغراضها. وإذن فالصحافة وبالمفهوم الأوسع الإعلام قد تتنوع أغراضها ومقاصدها، فقد يكون لدينا صحافة سياسية أو صحافة أدبية أو صحافة تهتم باللغة وعلوم اللغة، وقد تكون صحافة فنية بجميع فروع الفن، أو صحافة تتناول التاريخ والبلدانيات، أو صحافة دينية تهتم باللاهوتيات والعقائد وغيرها من المقاصد والتخصصات. نعود إلى موضوع ارتباط الإعلام بالصحافة والتاريخ. اليوم الجدلية قائمة بين من في أيديهم القلم، قائمة بين الصحفي والمؤرخ، وبمعنى آخر بين الماضي والحاضر. فأحداث الماضي أو التاريخ حاضرة في حاضرنا، وهي مجموعة شواهد، وتلك الشواهد هي مادة جدلية بين الصحفي والمؤرخ. لا يمكن أن تستقيم جدليتهما إلا بحضور تلك الشواهد. إنما يندرج اليوم في الوسائل الإعلامية أو في الصحافة سيصبح غداً تاريخاً. فالصحفي الإعلامي يكتب اليوم تاريخ الغد، ومن يحاول في الغد أن يدون التاريخ ستكون مراجعه أو مصادره ما كتبه صحفي وأعلامي اليوم. الصحافة أو الإعلام بدأ ببداية التدوين، والتاريخ أيضاً يبدأ من بداية التدوين. قبل التدوين يعني قبل التاريخ. وتأسيساً على ذلك فإن الصحافة أو الإعلام والتاريخ صنوان
صحافة وإعلام الأمس غدا بالنسبة لنا تاريخاً، وصحافة وإعلام اليوم سيغدو تاريخاً بالنسبة للأجيال القادمة. وإذن الصحافة والإعلام تاريخ للغد، والتاريخ هو إعلام وصحافة من سبقنا من الأجيال. كتب الأوائل الذين دونوا لنا التاريخ بالمعرفة هي صحف، فالصحيفة كتاب كما ذكرنا، يقال لغويا صحف إبراهيم وموسى، أي كتبهم التي وصلتنا. وعليه فالصحفي أو الإعلامي هو من يكتب التاريخ، الصحفي هو من يكتب التاريخ، أي التاريخ بكل مقاصده ومحاوره ومشاربه. أما نحن اليوم فسجالاتنا العقيمة وصراعاتنا المفتعلة المختلقة والمريبة ستنسحب تأثيراتها وإرهاصاتها على الأجيال القادمة، وعلى ضوئها سيرسم ويخطط مصيرهم. ما ندرجه اليوم في وسائل إعلامنا في صحافتنا هو الذي سيرسم الخطوط العريضة للأجيال القادمة، يقرؤونه ويغدو بالنسبة لهم تاريخاً، ويسيرون على خطاه كتاريخ لآبائهم. من المؤكد أن سلطة الصحف في مجتمعاتنا الشرقية عموماً في الوقت الحاضر خاصة تتجاوز سلطة المؤرخ، فالأول غدا أقرب إلى القراء اليوم الصحفي، نظراً لاعتماده وسائل تواصلية حديثة سهلة وسريعة في إيصال المعلومة أو المعرفة عامة، في الوقت الذي تختفي معلومة أو معرفة المؤرخ بين صفحات الكتب والمجلات المتخصصة المتراكمة فوق رفوف المكتبات العامة والخاصة. وننتقل إلى قراءة التاريخ. وقراءة التاريخ أهم وأخطر من كتابته. إن إمكانية التواصل بين التاريخ والصحافة والإعلام سيبقي خطاب المؤرخ عميقاً وممنهجاً، يتبنى العلم العقلاني والتفسير والتحليل العميق المبني على مرجعية تاريخية سابقة. أما خطاب الصحفي الإعلامي فهو في كل الأحوال إخباري، يتميز بالسطحية والإثارة والمبالغة واختلاق الأحداث في كثير من الأحيان من أجل ترويج المنشور، فضلاً عن التيه المنهجي، وناهيك عن الانصياع لقيود السلطة السياسية أو الدينية خدمة لأهداف الرأي العام وتوجيهه والتحكم فيه وتوجيه الذهنيات الجماعية بسبب عدم استقلالية المؤسسات والتسلط على الأقلام الصحفية. لذلك فإن تعميق البحث الصحفي يستلزم في الوقت تجاوز مهنة الصحافة والإعلام، وبعبارة أخرى الانفتاح على علم التاريخ وعلم الاجتماع، وخاصة في زمن التيه والتخبط السياسي والثقافي والمعرفي. هناك اليوم أصبح الأمر ملحاً لاستدعاء المؤرخين إلى مواعيد النقاش العمومي وزوايا انشغالات المجتمع بقصد تقديم قراءاتهم ورؤاهم وإضاءاتهم حول أحداث الزمن الحاضر القريب والبعيد. هناك من يتساءل: ما جدوى التاريخ؟
في الحقيقة سيظل التاريخ يشكل في حياتنا حوارا مستمرا بين ماضينا وحاضرنا. لذلك غدا استقراء التاريخ وليس قراءة التاريخ فقط ضرورة ملحة. للتاريخ أو الماضي القريب والبعيد جذور مغروسة بعمق في نفس الإنسان لا يستطيع التخلص منها، فهي حاضرة وفاعلة ومؤثرة في القائم من حياتنا شئنا ذلك أم أبينا. وعليه فكتابة التاريخ مهمة خطيرة، وهي أمانة أدبية وتاريخية في عنق المؤرخ والصحفي، عليهما أن يربطا الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل، مستقبل الأجيال القادمة، تاريخاً إيجابياً يدفع بالإنسان إلى أمام ولا يغرقه في متاهات الماضي والعيش على أمجاد الماضي والتباهي بأمجاد الآباء والأجداد ومنجزاتهم. وأمجاد الآباء والأجداد ينبغي أن تكون قاعدة انطلاق لنا إلى أمام وإلى أفضل. مهمة الصحفي أو الإعلامي أو المؤرخ مسؤولية تاريخية كبيرة، وهي في الواقع ليست مهمة واحدة كما ذكرنا، بل مهمتان هما قراءة التاريخ وكتابة التاريخ. ما نلاحظه جميعا اليوم ظاهرة اجتياح الفكر السلفي التراجعي مع انحسار الفكر الديمقراطي التقدمي في الشرق الأوسط عموما، والانحراف نحو والانحراف عن المسار التقدمي والارتماء في أحضان المفاهيم الدينية الراديكالية الغيبية الضيقة المتطرفة، وهي كلها إرهاصات ونتائج لقراءة خاطئة للموروث التاريخي الديني والمدني. أيها الأخوة، سقطت نينوى سنة 612 قبل الميلاد، وسقطت بابل سنة 539 قبل الميلاد. منذ ذلك السقوط القاتل، سقوط حضارة بلاد النهرين، بكر الحضارات الإنسانية تمزقنا ودخلنا في نفق طويل مظلم وتهنا في دهاليزه طوال فترة 6 قرون، في فترة وتلك الفترة فترة نضوج وتبلور الديانة الإبراهيمية الأولى الموسوية، التي اقتبست أسسها من ميثولوجيات بلاد النهرين وعمدت إلى عبرنتها وحورتها زمانا ومكانا ورموزا، ومنحتها حالة قدسية مصدرها السماء وليس الأرض. ومنها انبثقت المسيحية وظهر المسيح فحملها إلينا رسله. المسيحية بصراحة لم تولد في بلاد الرافدين، ولم تنشأ في أوساطنا، ولم تنمو في بيئتنا، هي وافدة إلينا نقلها الرسل إلينا كما ذكرنا، فأقبلنا عليها بحماس ولهفة واعتنقناها بعمق وانتمينا إليها بكل جوارحنا. انتمينا إليها كبديل لانتمائنا. لماذا انتمينا إليها؟ انتمينا إليها كبديل لانتمائنا إلى ملكنا التاريخي الضائع والمندثر، وكبديل لانتمائنا إلى أرض الآباء والأجداد التي طردنا منها وحرمنا من خيرات ترابها. انتمينا إلى المسيحية، وغدا تاريخها لنا بديلاً عن تاريخنا المدني العريق. انتمينا إلى مملكة غيبية كبديل لمملكة الأجداد التاريخية المندثرة، ولكنها ليست على الأرض بل في السماء. وغدا خطاب إعلامنا
دينيا، وغدا إعلاميون رجال الدين واللاهوتيين هم فقط من يبث الإعلام. واليوم ما يلاحظ على ما ورثناه وما وصل إلينا من المصنفات التاريخية، أكثر من 90% من تاريخنا كنسي، كتبه كنسيون لاهوتيون. ليس هذا وحسب، بل إنما دونوه ونسبوه إلينا ليس تاريخنا ولا يمت إلينا بصلة. تاريخ غريب عنا، جعلوا رموزه آباء وأجدادا لنا بعد أن طمست أسماء آبائنا وأجدادنا التاريخيين الحقيقيين. ونحن اليوم ومنذ 2000 سنة نزمر ونسبح ونمجد رموز قوم آخرين شوهوا حقائق تاريخنا، ورحنا من فوق منابر كنائسنا نلعن ونشتم رموز تاريخنا، وننعت آباءنا وأجدادنا بأسوأ النعوت، ونكفرهم ونصفهم بالوثنيين وفي صلواتنا وطقوسنا صباحا ومساء. وتاريخنا الكنسي هذا قرأه لنا ولا زال يقرأه اللاهوتيون رجال الكنيسة أنفسهم، ويبدو أن قراءاتهم لا تحتكم إلى النظرية النقدية لقراءة التاريخ، النظرية العلمية الواقعية الصحيحة. لذلك جاءت تأويلاتهم، قراء أدبياتنا الدينية، جاءت تأويلاتهم وتفاسيرهم للنصوص الإنجيلية وكأنها تكرس الجمود والكسل والاتكالية والخنوع والخضوع وقبول المذلة والإهانة، وتدعو إلى نبذ الحياة، وأن كل شيء فيها باطل. علينا أن لا نفكر في الغد، فالله هو من يدبر لك غدك. عليك أن تنظر إلى طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد، والله يرزقها أينما تحط على أي أرض تقع. لا تفكر فيما تلبس، انظر إلى أزهار البرية بألوانها الجميلة الزاهية، حتى سليمان الملك لم يلبس مثلها بجمالها. كونوا دعاء متواضعين، فإذا ضربتم على خدكم أديروا للضارب الخد الآخر. لا تنتمي إلى وطن، لا تربط نفسك بأرض. إذا طردت من قرية انفض ترابها من على رجليك وارحل إلى أخرى. هناك مقولة تتردد: من أسرى الأسرى شنيت، من مرخ لا شنيت. انتقل من أي بلد إلى بلد، هذا لا يضر، إنما لا تترك ربك. وإذا ما سلبك أحدهم ثوبك فأعطي رداءه أيضا. هذا الكلام خطير وقاتل. فالواحد منا بهذه المفاهيم انتماءه إلى المسيحية، هويته مسيحية، ملكه وملكوته الموعود بها سينالها في الحياة الأخرى. هذا الإنسان لا مانع لديه من أن يحزم حقيبته ويرحل. لقد غدا مسيحيا ومسيحيا فقط، يخترق الآفاق ويغترب إلى أي أرض أخرى، فهو بذلك سوف لن يخسر شيئا. مسيحيته التي هي كل انتمائه حاضرة ومضمونة أينما رحل، بل بالعكس فقد يكون أكثر حرية في ممارسة طقوسه في بلدان تدين بالمسيحية كلها. وهو في هذه الحالة لا يستطيع صد هاجس التغرب، لأن انشداده إلى أرض الوطن وحس انتمائه إلى تربته ضعيف، بل وأحيانا ميت. نعم، أنا أفتخر أن أكون مسيحيا، ولكني أرفض أن أكون مسيحيا فقط بلا هوية، فالمسيحية لا هوية لها. كل هذا بسبب قراءتنا لمفردات تاريخنا بمنظار غيبي، بمنظار رجال الدين اللاهوتيين. فقتلنا الحركة في الحياة، قتلنا الحياة وغرقنا في الغيبيات. أعود فأقول أن النصوص الإنجيلية المذكورة التي ذكرتها والمحبطة في ظاهرها، المذكورة تدعو إلى الزهد
بالعالم وبالحياة كلها، وتدعو إلى الخنوع والتذلل والاتكالية وعدم العمل للغد، أستبعد أن يكون هذا ما يقصده المسيح في كلامه. فإننا لو قرأنا تلك النصوص بإمعان، قرأناها قراءة ممعنة، قراءة استقرائية، لاتضح لنا أن المسيح له المجد كان يخاطب به تلاميذه الذين أرسلهم سفراء إلى جميع أصقاع العالم وإلى جميع الأمم. وفي هذه الحالة لن يكونوا بحاجة، التلاميذ السفراء لن يكونوا بحاجة إلى أن يحملوا حقيبة ولا عصا، وأنهم سينتقلون من قرية إلى أخرى. ماذا؟ فإذا ما طردوا من قرية ينفض أرجلهم من ترابها وينتقلون إلى أخرى، فهم في حالة تنقل دائم. ولذلك هم لا يحتاجون لأن يزرعوا ويحصدوا، بل عليهم أن يتمثلوا بطيور السماء التي تزرع ولا تحصد، وهم كدعاة للعقيدة الجديدة. عليهم أن يكونوا وديعين متواضعين حد الخنوع وحد التضحية حتى بأرواحهم كشهداء. هذا الكلام قرأه لنا رجال الكنيسة اللاهوتيون وفسروه على أنه موجه إلى كل البشر وإلى كل الأجيال في كل الأزمنة، موجه إلينا كلنا أينما كنا وفي أي زمان كنا. هذا الكلام زرع في نفوسنا تلك المفاهيم القاتلة لحركة الحياة بسبب قراءاتهم للنصوص المقدسة قراءة سطحية غير صائبة. تطور الغرب غير صائبة، أقصد كتوضيح أنه لم يوجه هذا باعتقادي. المسيح له المجد خاطب الرسل، كان يخاطب الرسل، والرسل سفراء متنقلين متزهدين تاركين الحياة، هي مجرد أن ينشروا الديانة الجديدة، فليسوا بحاجة أن يعملوا يحصدوا، أن يفكروا ماذا يلبسوا، أن يستقروا إلى آخره. على كل حال، الأمم الغرب اليوم بالذات تطور بعد فصله الدين عن الدنيا في ثورة الإصلاح الديني، وسوف لم يتطور ولن يتطور الشرق، لأنه جمع بين الدين والدنيا، وذلك بسبب قراءة التاريخ بشكل خاطئ. وأشكركم وأستمعكم عذرا على الإطالة. هدية بتهاوخ عم آموريات ميقرا خلاب إيل بنيامن تخد شمة قليانوثة موبايل نوكال قل سمينارة رجنامة نوس خلاب إيل بنيامن بنافو نيشان رجنامة قرية موبايل. شلام الكل أخون يوم قليانوثة أثوريتها هو يبرختها هاي بريخ الكل أخون تخارت أمو شويتري الشتستا ماسخ أمر خلاص فرزوني قامت بشمة زهريرة بهراجيو ورميا شيتت ألبوت من يام وأربي قطة إينا بخلتو لي من سبب بش طلبتها مني قد مندت مقروينة بتهاوي بلشانة عربايا قبوت هدخا قد بش أخت متخررة بإيطاليا ماسخ إجرتن قد منطخلة. الموضوع الذي سأتكلم عنه هو صحافة الموبايل. أعتذر سلفا، ربما سأتحرك، لن ستسمعون صوتي مباشرا، أعتقد سيكون كان هناك مقاطع مصورة من
خلال الموبايل لفيضانات التي حدثت وجرت في مدينة أربيل. من منا لم يشاهدها؟ لكن السؤال المهم كيف شاهدنا هذا الحدث؟ من خلال ماذا؟ هل كان من خلال التلفزيون أو القنوات الفضائية أو من خلال الجهاز الصغير الذي يسمى بالهاتف المحمول أو الجوال أو كما يسمى اصطلاحاً بالموبايل؟ صحافة الموبايل هي صحافة من نوع جديد في الفضاء الإعلامي. لذا إذا أردنا الولوج أو الدخول في هذا العالم الجديد للإعلام الإلكتروني الذي يقدم محتوى سريعاً يحرر وينشر بطريقة سريعة جداً تختلف عن كل الوسائل الإعلامية التي شاهدناها في العقود الماضية أو القرون الماضية للإعلام أو للصحافة. لكن نبدأ بسؤال مهم وجداً، وهو ما هي صحافة الهاتف المحمول أو ما هي صحافة الموبايل؟ هنالك تعريف أكاديمي لصحافة الموبايل، وهي نمط في إعداد وإنتاج المحتوى الصوري أو الصوتي أو النصي باستخدام أجهزة الهاتف النقال دون الحاجة إلى استخدام الكاميرات الحديثة أو الاحترافية لتصوير المشاهد المتحركة والثابتة باستخدام أجهزة الحاسوب للمونتاج، وإضافة المؤثرات على المحتوى الصوري، وكذلك استخدام الحواسيب أيضاً للكتابة وإظهار محتويات نصية ترافق الصورة. أنا لا أحتاج إلى هذا الشرح، أنا أريد أن أعرف كيف يمكنني أن أمارس هذه الصحافة أو كما يسمى صحافة الموبايل في حياتي اليومية باعتبارها صحافة حديثة النوع. ما هي التطبيقات المعتمدة في صحافة الموبايل؟ يقول هنا لا يقتصر العمل في صحافة الموبايل على اعتماد تطبيقات معينة دون أخرى، فهنالك العديد من التطبيقات التي تدعمها أجهزة النقال الحديثة، سواء التي تعمل بنظام iOS في الآيفون أو نظام أندرويد في موبايلات هواوي أو سامسونج أو غيرها من الموبايلات. لذا أنا سأركز على كيف يمكنني أن أصور محتوى معين وأحرره وأنشره من خلال جهاز صغير يوضع في الجيب. القنوات الفضائية تصرف لها آلاف الدولارات وربما مليونات الدولارات، ملايين الدولارات من خلال إيصال فكرة أو سياسة معينة لجهة معينة أو لشعب معين، لكن من خلال الموبايل نستطيع أن نعمل كل ما تقوم به القناة الفضائية التي تصرف عليها ملايين الدولارات بموبايل ربما قد يتراوح سعره ما بين 300 دولار أو 1000 دولار أو ربما أكثر. هي فرصة مدهشة، هي فرصة ثمينة لم يعرفها الإعلام من قبل، هي فرصة غير مسبوقة في عالم الصحافة التقليدية، أقصد صحافة الموبايل. كوني كنت مديراً لمكتب قناة AMB في العراق، كنت أعد الأخبار بشكل يومي، وكان لدينا طاقم من مقدمين الأخبار. هل تكفي نشرة إخبارية واحدة أو أكثر لإيصال الفكرة؟ الجواب حتمياً سيكون كلا. لماذا؟ لأن الجمهور متعطش لأحداث سريعة، لأن العالم سريع، هنالك أخبار سريعة كل ثانية، بكل لحظة هنالك أخبار. الأخبار السياسية وفق دراسات كل 15 ثانية أكو هنالك خبر سياسي معين، كل 45 ثانية هنالك خبر مناخي معين، سواء أمطار أو فيضانات أو براكين أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى الأخبار الفنية والأخبار التكنولوجيا والأخبار الرياضية. كيف تخلق فرصة لنفسك لتصبح صحفياً دون الحاجة إلى وكالة إعلامية وتواكب السرعة التي تتواجد في هذه الصحافة الإلكترونية المسماة بالصحافة، صحافة الهاتف المحمول؟ دور الإعلام التلفزيوني مقارنة بصحافة الموبايل هو دور
ضعيف وجدا، دور بطيء وجدا. الآن القنوات الفضائية تأخذ دور تحليل ما صور من خلال الموبايل. الذي صور فيضانات في أربيل ربما يكون فلاحا، ربما يكون سائق تاكسي، أو ربما يكون أي شيء آخر، لكنه بالتأكيد لم يكن صحفيا، لكن هو الذي اتخذ من خلال موبايله أن هذا الدور ليصبح صحفيا وينشر هذا المحتوى الذي من بعده اتخذت هذه الفضائيات المحتوى الذي قام بتصويره وقامت بتدويره لاحقا. دور الإعلام التلفزيوني مقارن بصحافة الموبايل، لو لاحظنا هنا أن هذه النسبة هي من العواجل، أخبار العواجل، الأخبار العاجلة. الصحافة أو صحافة الموبايل تأخذ نسبة 95% في نشر العواجل مقارنة بالقنوات الفضائية. بالمرتبة الثانية تأتي التقارير التي تجرى في مختلف الأماكن. يتصدر الموبايل 65% في تغطية التقارير، بالإضافة إلى برامج التلفزيونية أو برامج ربما اجتماعية. أعتذر. المحتوى الذي كنت قد عملت عليه لتقديمه هنا سأحاول أن أختصره كوننا نعاني من مشاكل فنية. في المرتبة الأخيرة تأتي الوساطة الإخبارية. الوساطة الإخبارية الموبايل ضعيف جدا مقارنة بالفضائيات لنقطة واحدة ومهمة جدا: الأخبار الغير حقيقية أو الأكاذيب كما تسمى في صحافة الموبايل هي أكثر من الفضائيات، كون الفضائيات بنسبة أكثر تحاول جاهدة أن تتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، عدا القنوات التي تحاول أصلا نشر هكذا أخبار غير حقيقية. كلنا نتذكر عندما أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الشعب التركي من خلال جهاز صغير موبايل لحث الشارع التركي للخروج إلى الشارع لمواجهة الانقلاب العسكري الفاشل الذي واجهته تركيا في 25 من تموز عام 2016. ومن خلال هذا الموبايل استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان أن يزيد من أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة وقدرتها على نقل الحدث بصورة تؤدي إلى تغييره بالكامل. الاستنتاج من هذه التحاليل: هناك خصائص لصحافة الموبايل التي تختلف عن خصائص بقية الوسائل الإعلامية أو الصحفية. السرعة في إنتاج الخبر ونشره. الموبايل بإمكاننا أن نحرر خبر ونكتبه بصورة قد تكون مصممة بشكل جيد وننشره ليصل إلى المتابع بصورة أسرع مما تنشره القناة الفضائية أو الوسائل الإعلامية الأخرى. إنتاج الخبر بأقل التكاليف، كما ذكرت هنالك تكاليف باهظة تصرف للقنوات الفضائية عكس التي تصرف لجهاز الموبايل. اختزال الكوادر الإعلامية وبالإضافة اختزال معدات التصوير والمونتاج. أنا سأحاول هنا أن أشرح كيف أن الموبايل يمكن أن يكون أسرع في إيصال الخبر، لكن مرة ثانية أعاني من مشكلة فنية في الربط بين الهاتف واللابتوب. أعتذر من هذا الخلل الذي حدث سهوا، كون في القاعة لا يوجد شبكة اتصال بين
الموبايل واللابتوب كنت أريد أن نجرب معا حالة كيف يتم نشر الخبر السريع من خلال الموبايل، لكن مع الأسف لا يعمل السيرفر هناك. لذلك سأختم هذه إذا أستطيع القول إنها محاضرة، لأنها لم تكن ربع محاضرة. أشكركم جزيل الشكر. وخلي خيطة وبريخي يوم اليوم أثوريثا عودم بالسيمة رابع. هدية بتهاوخ عم مقروطة كثاوة ترابي فريد يعقوب شمة هرقة كورونايا نوكال قلدانا ياسينا برتوكا برلمانتار فريد يعقوب بنافو نيشان هواجس كورونيا كرك. أرخن خبيوة كلش ماهي وشماهي ودرخة يوموف مبريخة شرايا باروخة وخ تخارت أمو شوي تريشنة اليوم تقليونوثا آشوريثا هلبت إلى تشعيتا يارختا زميثة لكل تشعيات الأمتن وإلى خميزلتا زي يارختا مليثة من كشخة مليثة من قنخة مليثة من تياثة مليثة من بلياثة هل يوم طاي وقت دو يوما اطلن صورة قد كل قليونا هاي هماشا مارت قنية خيرة مارت تخمنياثة خيرة هاي مارت زبوثة خيرتا من سبب أمتن سنقتل القالة شاريرة البوث أني معطيات يعني هوياتي أني قولا بسياسات اليوم بخايخ لي ودني أثرواثة سنيقة وخماش القالة شاريرة وقنية خروبة لا يصير إلا برنيا خيرة ومتنايا دو برسوب ودي أمتن هلبت أنا يعني قجاني مارن هواجس كورونية اللي بين أمر إلى خكثا وقد شاقل شوبة إلى خا نسيانا برسوبايا أمرخ هربيدانا إلى خنسيانا كروشيايا يعني برسوبا خيالي حكمة قدشة إتوالي رابا أمرخ هواجس رابا قلق رابا مخاوف من شوراي الدو مرة صير بكنوشيا ديا صير بمجتمع ديا أني مخاوف يعني أي سدوثة لا وخمدي برسوبايا لاش خبرناش زد من موثى ينبز دايل من خمشقلة ممكن أخ كله مشقلة من سبب بخيوثا يعني أنا أخبر صوبايد أن يبالة ديا جيل ديا مدخل خمشيش إنه رابع قد شخية وخ طلاشة ورقتها ورابع من ديانة خربة خية بخيوثا مزديانة أمرخ إنا أو فيروس ثيري بخ أرخى يعني حكمة تصورات رابع مقلقة يعني رياشي وخ أنا برسوبايد رياشي قد مدري أمتن بشبيه وخسرانه من امواثخه من سبب من يعني دين الى باصوره اخنا همها شويه وغدوخه كل قد شدواي لي قواثره ما بشمنت لقد اي تشعيته دين رابا يرخته ورابا مرمته هلبت قد عرض لك خلاف خل تكنيكي لان همزه ما خش قلدت كساوه ليه بين اون رابا كتفاصيل من سبب كساوه الى بلشان ارباي او مغب قاريله بلقيت بالشاقل اي يسرانا ينبش ماضي تخمنيات قال نيخا نيخا امرق من خا كوب شاي خا كوب قهوه كتخو اخي دختي مخ ينقو قلدت كثاوه مغزوين قد يعني او كثاوه كل مغزوين شكل مذيت الدهو مذيت نهضره من طوره كل مبيونه لا قدوه كثاوه انا خشبي قونه امرخ خشكانه يعني مبيونه لقد اي مذيته الى كوخا اي كنوسه عسقه برده قامت شكلت خوردة أو وردة أخنا أمرخ زاقي روماية يباري أخشي يرخد بالآذر النيسن يعني بردي فرقي تلقى إلى خوردة أنا رابع يخشون خرمزق خيوثة من بر أسقوس التلقى من بر أسقوس الستوى الدميثة الخيوثة أخ أمتا إما قد أوضخ
زياخة نيسان إلى خداثة وإلى خي قد ينقب تادخ زايخ أو وردة شبيرة الخكمة طربان دي مخايل فيروس بقطالة ذا هل هذا مخزوي لقد رنيت كذا وأخنا ودوما شغلة كورونا لم يسيمنا رابا بالجانا عروسة أمتن يعني الوعي المجتمعي قومتن أبقوا موافقين لا ورابا خيلانا من سبب أرخذ ثلاثة دوما رأي أخا إجراءات حكومة أيدتري النظام الصحي دي لقودني أثرواثي رابا زبون أنا من ديانة خطت لدني مخاوف ديان مطلقا رابا خورانا مطلقا رابا اللوية مطلقا رابا ناشي قد لخو تخمن قد أني ناشط خي بجلدوث آزي أو بن موتى إلى أمرخ كينا وشاريرة إن أرخد دو موتى إيوا ورابا أسقى وإيوا رابا مررتا تريشك اللي بيونو قد رشوة لقاوي قد أول مرة إلى رابا مزديانا خائبة بيوم تسري وتريب إشوط قد أنا خاشونا خزوقي اليورو بيونا قمذية أربيل تخمني قد شغل كمامات مشوريات إخضارق وكل أربيل وشارع أطباء وصيدليات بألبا خير زي لي 5 كمامات هذا ليلة مشوري أو فيروس يعني هذا قو أربيل يبقى أني طب أمر خاثث يا من صين قد مشروعي يعني لتوا 5 كمامات قم شغلني بخيلة وبخناشة قم يولي قم وريق وخفارة إتوال صيدلية مرأنا بس 5 بيولو أو 5 رشلي قد إثخى من دي خربة ومزيانة من باردو فيروس ومشهد ترى يقول أو يوم تطلع من حجر الصحي البدء أربسر يوم أنا بقيت أنا وقامة من ناجد بقرنجو حجر الصحي أربسر يوم أنا يوم تجربة رابع سباي يوم رابع خربة رابع شقين يثرانا رابع من ديانة يعني أو يوم تطلع ديار البيثة وريكم ذيت الدهوب يقرش لي قد يعني أني طبت أمري ووهان مرئيدوك بشتري ووهان إيش ناش ليس وقو جد أتنبيله من بابل وهالصندوق 3 أتنبيل 4 أتنبيل لغزيلا جدان سبيقة دويرة ريش لي قد إثخى خمندي أمر خرابة مرعب وائلة مدري مشوري لي كثابة كمن ديانة أمرخ فيسبوك أنا من ديانة سيرة اللي بدني ممارسات عيادتيا أنت لإذواثة أنت لخلولانة أنت لشيرانة أنت لزياخة نيسان ين شو طباخ ين ملبانوثة شركة من ديانة قم قش منني قدوة كثاوة قد اتلن صورة قد بايش أمرخ تخارق زون بثالة قد أعطت بايش أخشي تخارة أوبن خكمة يتخارة ممريانا وإن خكمة يتخارة بسيم ومن دي خرائط كثولي قد يعني بلقي ضراب من غير الكورونيات ومن دي خرائط كثولي قد بردا ولكثولي 8 بنيسن خيو مقام من يختلو عاشور من إثوالي إير يشتقد يعني أحوال ليلة سبايك ما في كل أزمة شعبنا يعاني ويدفع الثمن باهظا وفي أزمة كورونا نخسر الكثير وربما هو قدرنا عبر التاريخ يعني أو إلى القدر بسبب رابع قون خيو أخ متخري ورن أو إلى بسبب الأنا في تعاملنا مع الأمور لا أخشي أمتديا أن مجتمعات الشرق الأوسطية أمرخ يعني بغض أمرخ قلة الوعي قلة الإدراك إلى سبب دي الأنانية رابع من لا مسيم لنبالا ليش قلن إجراءات من سبب رابع من نخافخ وقد أوضخوا إجراءات الصحية قد رابخ شاوي لأول مرة سيرة اللي بشخته يعني شخته أتلا الصورة بدومر يعني عكس الداعي قد أرخد مشانة تدي إلى بدو بصلا رابع من أو أمرخ أنايوس ديان أو غرور ديان رابع قيت خالة وقد إما الخأرخ آثية وكسناشق وخمذ خا من دني مثخ ناشا رابي يساقط وناشا رابي متخمنوا قد أول ناشا طفي الكورونا لتل فيروس ينزي أخنا مكانا من البلاطخ وخاش البلخانة ينخشوه بديارة قبيثة سراين تخمنياته ثايلي رابا من بلقيت ليه مخلي ورابي نديه كل يقمنا مخلوه بش المخ أمرخ تخك مناشيت لي مرت هماش هاي مخلوه معقوم ينقمثيز كورونا إن أو أدي يمشونيل إلن أني راني وتخمنياته تنصوره قد هاوي خمدي سباي وبس ما رابق قنطر مرتو ثنايا وبس ما رابق كل أخن دا برزت تنصوره قد شغليتو يسرانا من خويشات الدها كثاو هايتو بس ما رابق والآن يتفضل السيد الوزير شؤون الأقليات في الإقليم بتقديم بعض الدروع والشهادات التقديرية. تفضل. الكاتب
الكاتب والباحث بنيامين حداد. تصوير الأستاذ فريد يعقوب. الأستاذ نيسان مرزا يستلمه السيد روني حكمت. الأستاذ ممو فرحان عثمان. الأستاذ عبد الله عبد القادر كنانة. الأستاذ داود هيدو. السيدة لوزان يوشيل يوخن. والآن يتقدم السيد سنور دانيال لتقديم الهدية التقديرية للسيد الوزير. شكرا للسيد الوزير بسيمة راو. شقاق ثرابي فريد يعقوق مقروطة الدشنة. ميقرأ ألبرت عوديشو. طاقة ميقرأ رمزي حاجي عزو العقراوي. بسيمة رابا رابي فريد. طاقة ميقرأ شمعون شليمون ومقروطة الدشنة. ميقرأ سامر الياس. ميقرأ النزية. بسيمة رابا رابي شمال. طاقة لخام يقرأ سنور دانيال قمقروت الدشنة المدبرانة مدرشياثة السورياية. رابي زي يوخنا جيورجس بتشاقلة دشنة من جيبة ربيثة خمة وردة دبرانة مدرشتة نصيبين.
ربي ثمورين آدم يخنم ضبرنتت مدرشتت أكيدو شققت. ربيثة بلندينا باكو الصوموم دبرنتت مدرشتت نهضرا شققتا. بسيما رابا ربي سنر باقث رابي إزار يا آدم المقروطة تشنع. رابي عيسى يعقوب إليا مدبرانة مدرشة أكد. ربيثة جانيت عوديشو داوود بتشقلالة من جيبا سلفانا وليد مدبرانة مدرشة بهرة. بقذا لخا رشمتا ماري ساوا شو تبلا قوبث كلاخا هويا بسم ترابا. بسيما رابا رابي إزر باقث لخب كل قارة قشيشة فيليبس داود قام قروتة الدشنة. ربيثة نهرين دنخا ربيثة جنان شيبة. ربيثة هيلانا يعقوب شقلالة من جيبة ربيثة ندى. ربيثة زرد يونان. بسيما رابا رابي باقث لخم يقرا نينوس عديشو قا مقروت الدشنة قا خك ميالو به. انمار بولس يوخنا نينب يا لبتا دومارينا اندريوس آتا أرسلان بسيما رابا أرخن يقرق كل من نوخنت مخب قانع على الكثاوة رابي فريد خد شمة هواجس كورونية ما صفاقة وشاقلة
تماها من رابي فريد هتخا بمطايا وخل خوتا مات آها زوياخا اتلن قبل طيبوثا رابا قرتا من كل خون بسيمة رابا قالك ممنون سيداي وزير وجيقري وبرك تخرجنا شاوي تريشن حركة نيانا قمايا رستن زهير البحر فيديو مفروض حياتا مراجعة كلها صبر آخر آية سريع آية تيول وأقليمة وطائرة معرفة هاي بريخة صحة إذاعة طريقة اللغة تنهيوي أما شيء طبعا وشو شاء تنهيوي قد اسمه يومي اسمه زوني إذاعة خير هاي ماضي خبرنا في بداية كبيرة خير كتاب كتيبة أما شيء خير يعني هذا إلى نتخرج من يانا ثم شو تري شني من يانا قامل نظام بحر يعني أما شو تري شني من يوزع شو تري شني من بان شو تري شني من تخمن تخفتا لا أخذ وقفة مصر حتى برستت أنا بيتكنش بعرف كنشا خاف كنشا كنشا ديا ودوم كنشا ديا نصور ثاني أتناسب مشت سامي جنبي مشت سامي مشت سامي يعني خدت خاطر في وقت ديمقراطية بس شمال اخوان ها بريخة زوياخات يوم الصحافة يوم تقولينارت نبقت سفرزونة قميثة سفرزونة الزهريرة قوم ديتة أرمي خا من يرخد خدسر شتت 1840 مازلت مكملتها لا ونبقلن برهادخ مايت سفرزوني مغلب لشانا السوريايا تشيبو قدن كثاوي قدن رنية كشيرة تثوالي تخمنياثا بتزبوثة أمتديا تكثولي بوت كل من دي بتشعيتا بوت كل من دي قا من لديا قا توي لقامة قد ممطخ قالن قا ودر كل دنيا خما شتوي وأي ملت إيوا قميثة قممطيثة يلبانا مردوثة تشعيتا إلى مليثة بتكل من دي هماشا كثوتا رنيا وقنيا تاوي لقامة بخيلت مريا بطلبخ منتيثة وشوشاطة كل آني كثاوي هاو بريخة تخارد أمو شويتري قا يوم الصحافة السيمة رابا كل راديو حضيرة خلاخا زيوخ داها يوم بريخة العيثة تقلينوثة أثوريثة تخارد أمو شويتريشن برست سبرزونا قما يا زهريرة بهرة اليوم اخنا كلنا خلوند أمتن وأثوان أرخى من عربي وشوبانة حضيرة وخلاخا قا ممزبطن قد أخني وخ بنون دايم تعالى دي بياجة خل دوا أرا نيشة ديان قد هاوخ سندانة قا قلينوثة ديان قا كاثاوي ديان قا باصوي ديان قد آني كا مش هما شهاوي هنا قما كثبي تشعيثة أمت ديان دختي لعوا هذا موثق لقالا وبخنير هذا اليوم جرك هاوخ أخ شتاسة أخ كنشة أخ جبة أخ برصوبة هاوخ أميناي الدوشويلة تممت أدخى واجبوثة فرهذا أخني بار خير ختي البيثاء بخيل مريا إلى تخارت برست كيخد بيت نهرن تبلطة من قنطر المردو تنايا صرايا
أبايب خير بالان زوياخه فأول نيشة قد أمتن إلى هما شكليثة وصرت شلشلتة بارخ هذا ليلة قطيثة من دخل الماضي دي يعني دعوة وردية يعني قرق متواصلين بخيل تعالى وقبل طيب وثت لي من كل أنا تدي يحضر الأخ من يقرأ وزير أيضا معروف وزير التقليم شؤون المكونات ويقرأ نائب المحافظ وهذا خدام البرلمان ومجلس محافظة الدهوك وهذا من كله يذاع ديك بيشه من نوخ واخن هضر لايف قتيتو هم شان دخل مرت انقمع يقو اشقلتت شكله وبرستت دخل مرت خطاط الامتدين واشتاسدين قا دنيا كلها هاتم بسيم رابا وتلني قارقه كله مشان ثلوخ شمي سن وردانيال ريش قنطر مردتنا يا طورايا